بيتزا القرنبيط حصري يا جماعه. عامله القرنبيط من غير لبن، من غير بيض، من غير توم. قرنبيط المحمر والله العظيم وطعمه روعه. مش عايز اقولك طعمه حلو قد ايه. سلمى ايه رايك في التوم ابو زبده وخضره مع البطاطس؟ لا خطيره بجد، حلو قوي، مميزه قوي. يلا بقى يا جماعة، النهاردة احنا عاملين اكل حلو جدا كله عبارة عن قرنبيط، وطبعا عاملين بطاطس بطريقة جديدة شوية. اكل حلو قوي، قرنبيط عاملاه بطريقة جديدة هتشوفوا معايا لأول مرة. انا جبت قرنبيطاية قسمتها 2، القسم الاولاني او الجزء الاولاني خرطته قطعة تخينة كده علشان تبقى زي قطع يعني ايه كأنها ميني بيتزا، والنص التاني ده هنبقى نسلقه بقى ونعمله مع بعض بالعجينة بتاعته. خلينا بس في النص الاولاني الاول. انا جبت صينية بيتزا وجبت القرنبيط خرطته زي ما انتم شايفين كده تخين شويه، وبعد كده جبت زيت زيتون وحطيته عليه، بعدين رشيت عليه ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر وشويه زعتر، وكمان حطيت بابريكا مدخنه، واللي بيحب الشطه يرش شويه شطه بتخلي طعمه حلو جدا. يبقى دي اول حاجه معايا. انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 بقاله 5 دقايق. هحطه في الرف اللي في النص، هياخد حوالي نص ساعه وهيستوي. اهو استوى خلاص. انا بقى محضره عندي صلصه بيتزا، اي صلصه متوفره عندك تقدري تستخدميها، تكوني بس متبلاها كده. وبعدين حطيت صلصه البيتزا دي عليها فلفل، لو عندك زيتون حطي، حطيت روز بيف، ما عندكيش مش مشكله خالص. اهم حاجه عندي تكوني حاطه الصلصه والفلفل والجبنه سواء شادر مبشوره او سواء موتزاريلا، وهندخلها بس تحت الشوايه 3 4 دقايق مسافه ما الصلصه تدخل فيها والجبنه تسيح. يبقى كده احنا عملنا بيتزا القرنبيط ده يا جماعه لعشاق القرنبيط. تمام. المهم دلوقتي انا جبت البطاطس خرطتها زي ما انتم شايفين كده، سلقت البطاطس وسلقت القرنبيط وهعمل لهم بقى عجينه حلوه جدا. انا جبت ميه، يعني انا مش عارفه ميه قد ايه ودي قد ايه، بس انت هتشوفي بنفسك دلوقتي انها لازم تكون عجينه تقيله شويه. حطيت على الميه اللي بالدقيق ده ملح وفلفل اسود وشويه كمون وكزبره ناشفه وشويه بابريكا وبصل وتوم باودر، وبقت العجينه حلوه جدا وجاهزه معايا. بصي انا بضربها كده لقيتها خفيفه، رحت مزوده دقيق تاني لغايه ما القوام بتاعها يظبط، وفي الاخر حطيت كركم بيدي يا جماعه لون حلو قوي. اللي بيحب بقى التوم يحط دلوقتي توم، يعني انا دلوقتي كمان هحط كزبره خضراء. اللي عايز بقى يحط معلقه توم مفروم يحط معلقه توم مفروم في العجينه دي. بس انا بصراحه ولا استخدمت لبن ولا استخدمت بيض يعني، وطبعا التوم اختياري هو اساسي، بس انا بقول لك اختياري عشان مرضى القولون يعني. المهم في نفس العجينه دي حطيت البطاطس، على فكره التوم بيعلي طعمها وبيخليها تحفه بيني وبينكم يعني. المهم يعني حطيت البطاطس، طبعا البطاطس دي اتسلقت يا جماعه 5 دقايق بس، القرنبيط كمان اتسلق 5 دقايق. خلاص بقى انا سخنت الزيت كويس، حطيت القرنبيط بعد ما اتسلق واتحط في العجينه بتاعته، نزلت بيه. عايزه اقول لك بيبقى كريسبي وجميل جدا. يا ريت لما الزيت يتقدح، بصي شكله تحفه، شايفين لونه؟ يا ريت لما الزيت يتقدح تروحي موطياه وتخلي القرنبيط يستوي بقى ايه في الزيت وعلى درجه حراره وسط لغايه ما يبقى كريسبي. خلاص بقى حمرت البطاطس وحمرت القرنبيط. دلوقتي بقى انا بس جبت معلقه زبده كده وفصين توم شوحتهم، وهنزل بمعلقتين من الخضره، اي خضره بتحبي طعمها، وتنزلي بقى بالبطاطس اللي حمرتيها دي، نديها بس تشويحتين كده في الزبده والثوم والشبت. يا سلام، دوقي بقى احلى بطاطس قرنبيط كريسبي. بيتزا القرنبيط حلوه جدا، اكله بسيطه وجميله. كنت عامله جنبها طماطم مخلله. ويا ريت لو الاكل ده عجبكم يا ريت تعملوا له شير ولايك، ويا ريت تجربوه واسمع رايكم. ويلا بقى قولوا لي اذا عجبتكم فكره بيتزا القرنبيط ولا لا، ومين اللي بيحب القرنبيط. يعني انا شخصيا بعشقه. بيتزا القرنبيط. اوه لا ثانيه واحده كده معلش، ايه مع احترامي للقرنبيط، ايه هو انت مخبيه مننا الشيدر والروز بيف عشان تحطيه على القرنبيط؟ انا بيتزا القرنبيط. يا سلام. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، ميرسي جدا جدا على كل كلامكم الحلو ليا. بشوفكم الفيديو الجاي يا حلوين. باي باي.